يا أهلا بيكم. كلنا طبعا بنعرف نقول الساعة كام، دي حاجة بديهية. بس هل فكرنا قبل كده إن الطريقة اللي بنقول بيها الساعة 7:30 دي ممكن تكشف طريقة تفكير كاملة لشعب بحاله؟ النهاردة بقى هنفك شفرة قول الوقت بالألماني ونقارنه بالعربي، وهنكتشف إن في تفصيلة صغيرة قوي بس محورية جدا وممكن تلخبط أي حد في الأول. وطبيعي جدا أي حاجة في الدنيا بتبدأ بسؤال، وقبل ما نعرف نرد لازم نعرف أصلا إزاي نسأل عن الوقت بطريقة صح. في الألماني السؤال هو wie spät ist es، الترجمة الحرفية ليها قد إيه الوقت متأخر. في العربي الموضوع أبسط بكتير، كام الساعة. السؤالين بيوصلوا لنفس النتيجة طبعا، بس الصياغة نفسها مختلفة، وخلوا بالكم من دي لأنها مفتاح كل اللي جاي. تمام، كده عرفنا نسأل. جه وقت الإجابة، وهنبدأ بأسهل حاجة خالص. لما تكون الساعة على راسها، يعني من غير أي دقايق زيادة. الكلمة السحرية هنا هي أوه. الكلمة دي استخدامها محدد جدا جدا، بتيجي بس مع الساعة الكاملة، بالظبط زي كلمة أوكلوك في الإنجليزي، بسيطة ومباشرة. فلو الساعة 10 بالظبط هنقول Es ist 10 Uhr. Es ist بعدين الرقم وفي الآخر كلمة Uhr. الموضوع مباشر زي ما بنقول بالعربي إنها العاشرة. لحد هنا اللغتين ماشيين مع بعض زي الفل. حلو قوي، احنا كده خلصنا الساعات الكاملة. خلونا بقى نعلي المستوى شوية وندخل في الأربعة، يعني لما تكون الساعة وربع أو إلا ربع. الفكرة هنا كلها بتعتمد على كلمتين ناخ، ودي معناها بعد، وكلمة فور ودي معناها قبل. فبالتالي فيرتل ناخ معناها ربع بعد، اللي هي بالظبط وربع بتاعتنا. أما فيرتل فور فمعناها ربع قبل، اللي هي طبعا إلا ربع. يعني لو الساعة 6 وربع هنقولها بالألماني Es ist Viertel nach 6، يعني ربع ساعة بعد الستة. منطقية ومباشرة، صح؟ وبنفس المنطق لو الساعة 3 إلا ربع اللي هي 2:45 دقيقة هنقول It's ist Viertel vor drei، يعني ربع ساعة قبل الساعة 3. مفيش أسهل من كده. طيب نركز بقى كويس قوي في اللي جاي ده، لأن دي أهم نقطة في الموضوع كله، وهي دي أكتر حاجة بتعمل لخبطة لأي حد بيتعلم يقول الساعة بالألماني. لو حد جه قال هل بأخت، أول حاجة هتيجي في بال أي حد فينا إنها 8:30. منطقي صح؟ بس يا ترى ده صح فعلا؟ خلونا نشوف. وهنا بقى بيجي الاختلاف الجوهري كله. كلمة هالب في سياق الوقت مش معناها نص الساعة اللي فاتت، لا، دي معناها إحنا في نص الطريق للساعة اللي جاية. دي فلسفة مختلفة تماما في التفكير، بتبص للمستقبل مش للماضي. وده بيوضح كل حاجة. لما حد يقول Es ist halb acht، ده معناه إنه فاضل نص ساعة على ما تيجي الساعة 8، يعني الساعة 7:30. دي أهم معلومة لازم نطلع بيها النهاردة. القاعدة بتقول halb وبعدها رقم، معناها نص ساعة قبل الرقم ده. ممتاز، بعد ما فهمنا أصعب حتة الباقي كله بقى سهل جدا. دلوقتي هنتعلم إزاي نقول أي عدد دقايق تاني سواء بعد الساعة أو قبلها. الموضوع ماشي بتركيبة ثابتة من 4 خطوات زي ما هنا شايفين. أولاً بنبدأ ب assist، تانياً بنقول عدد الدقائق، تالتاً بنحدد إحنا بعد ولا قبل بكلمة ناخ أو فور، ورابع حاجة بنقول الساعة اللي بنتكلم عنها. خلونا نطبق ده عملي. ناخد مثال، الساعة 27 دقيقة. هنمشي على الخطوات es ist، بعدين الدقائق sieben، بعدين الاتجاه nach، وفي الآخر الساعة sieben. على بعضها تبقى Es ist 20 nach 7، يعني 20 دقيقة بعد 7. وآخر مثال عشان نثبت الفكرة، الساعة 3 إلا 5 اللي هي 2:55 دقيقة، دي هنقولها Es ist 5 vor drei، يعني 5 دقايق قبل الساعة 3. وبكده نكون غطينا كل الحالات الممكنة. يبقى ده ملخص سريع لأهم الكلمات اللي محتاجين نعرفها. اور للساعة الكاملة، ناخ معناها بعد أو و، فور معناها قبل أو إلا، فيرتل يعني ربع، وأهم كلمة فيهم كلهم هالب اللي معناها نص ساعة للساعة الجاية. لو حسيتوا إن شرح النهاردة ساعدكم ياريت تدعموا القناة بلايك واشتراك، ده بيساعدنا جدا إننا نكمل ونقدم شروحات أكتر زي دي. شكرا لمتابعتكم وأشوفكم في الدرس اللي جاي. مع السلامة.